يا مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما هتشوفوا الوصفة اللي أنا عاملاها لكم دي. جايبه لكم يا جماعة سندوتش سجق بتاع العربيات بتاعة الشارع اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها. بس أنا جايبها لكم بقى إيه بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. بصوا بقى، أنا جبت في الكبة حطيت بصلاية متوسطة أو صغيرة، ما تبقاش كبيرة خالص، وقرن فلفل رومي مع كم فلفل كده حامي لو تحبي، وهو فصين من الثوم وبس كده. وشوية بقى التوابل، كزبرة ناشفة، فلفل أسمر، كمون، وتروحي ايه هرسها كويس جدا لحد ايه ما تتفرم معاكي. حلو الكلام، حلو الكلام. خلاص اهي توابل بحطها. تمام، انا بقى ايه اروح ضرباهم خلاص بعد ما احط توابلي بقى. اضربهم بقى كام ضربه في الكبه كده لحد ما ينعموا خالص معاكي. عشان ايه؟ انا بحتاج من الخليط ده معلقه واحده بس كبيره، معلقه واحده، وبعدين بحتاج الباقي في خلطه تانية او وصفه تانية. بمسك بقى السجق كده، يا اما تكوني انت مقطعاه او حاطاه سليم براحتك خالص، وتشوحيه في الزبده او معلقه زيت صغيره. هو كده كده بينزل دهونه اول ما يبتدي يغير لونه. تمام، تفضلي بقى تقلبي فيه بس ما تقلبوش كتير. تمام. هيبتدي بقى ايه يغير لونه، تروح حاطه معلقه كبيره من الخلطه اللي انا قلت لك عليها دي. بصي انا هنا عماله اقلب فيها اهي، خلاص خلاص هتلاقي بص لونه اتغير هنا. هروح حاطه بقى معلقه كبيره من الايه، من الخلطه. تمام. ياخد بقى ايه يدي ويدوا مع بعض كده، يغلوا مع بعض كده بقى. الريحه بقى هنا مش عايزه اقول لكم. بصوا جربوا الطريقه دي وعلى ضمانتي في اللي بقول لكم عليه. تمام. الريحه هنا بقى كانت قلب البيت. ومعلقه بقى ايه معلقه كبيره من الصلصه، وتروحي مقلباهم برضو ياخدوا ويدوا مع بعض كده بشكل ايه، بشكل ودي زي ما بيقولوا، ياخدوا يدوا بشكل ودي. تمام. خلاص. احط بقى، اكون انا ايه مجهزه البصل بتاعي اللي مقطعاه برضو الطريقه اللي تريحك خلاص. وتقلبيهم ايه مع بعض. خلي بالك خلاص، انت ملاحظه ان السجق هنا دخل في السوا، فانا عايزه القرقشه بتاعه البصل. وتحطي بقى الطماطم غلوتين، تنزل الايه الميه بتاعتها. هتحس انه ايه في صوص كده. تمام. وبقى في شويه الفلفل اللي هتحطيهم، فلفل رومي لوحده ماشي، فلفل الوان ماشي زي ما تحبي. خلاص. انا هنا بدات احط توابل بس قليله جدا لان السجق ما بيحتاجش توابل. يعني شويه فلفل اسمر صغيرين، شويه كمون صغيرين، وشويه ملح. كده كده السجق بيبقى متبل. شايفين يا جماعه؟ تمام كده. حطي بقى ايه الفلفل بقى اللي يريحك. قلبتين بقى لحد الفلفل بقى ما ياخد ويدي معاهم كده ويحس ان هو دبل واستوى. احلى طبق سجق ممكن تاكليه. عندك عيش فينو بقى، عندك رغيف بلدي زي اللي انا هعمله دلوقتي كده، بصوا بقى. تاكلي احلى سندوتش سجق. بصوا خلاص كده، وتاخدي بقى من الصوص بتاعه. شوفي الصوص هيبقى مغرق السندوتش دلوقتي العيش. وتحطي بقى ايه السجق اللي تاكليه. احلى سندوتش ونضيف جدا عن بتاع بره كمان، ومضمون في البيت. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتصلوا وتسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليقات. باي باي.